لا نجد مطلقا كنيسة، لا نجد تابوه، لا نجد لاهوت. كنيسة بمعنى واسطة بين بالظبط، أو مؤسسة دينية. مم. وده اللي خلاني أقول في بعض الحالات إن الإسلام يكاد يكون علمانيا في كثير من مظاهره. طيب عموما أفكارك سنأتي عليها في الحلقات المقبلة، لكن أستاذ جمال أنا عايز أعود بيك لنقطة مهمة جدا. أنت جمعت الرسائل التي أرسلها أخوك الشهيد الإمام حسن البنا إلى أبيه ابتداء من عام 26 وحتى عام 47 بالضبط. أي قبل اغتياله بعامين فقط. طيب ايه الداعي ان يرسل ابن رسائل الى ابيه؟ هل دليل تواصل ام دليل جفاء؟ لا يعني هو كان مسافر. فاهمني؟ نعم. وكان اول هذه الخطابات سنه 26. نعم. يعني قبل ما يتخرج من دار العلوم. نعم. فكان الوالد رحمه الله يوفده الى البلد، الى المحموديه. نعم. لتسويه بعض القضايا الاقتصاديه، الارض، المكان، المركز بتاعه، البيت، علاقات مع أصدقاء قدامى. فكان يفيده لهذا علشان يقوم بهذه المهام. وكان الأستاذ البنا بيكتب إليه بما فعل، وفيها حاجات شخصية جدا، وفيها حاجات تمثل الريف المصري في هذه المرحلة. نعم. أنا أردت بهذا الكتاب أمرين. الأمر الأول أن أسدد دينا للشيخ الوالد رحمه الله، وأن أعرف به القراء. نعم. لأنه يعني مثال للرجل الذي رسم لنفسه خطا معينا. نعم. وتحدى المجتمع بأسره. نعم. وطرح الدنيا كلها لكي يحقق هذا المجتمع. فآوى إلى ركن في حارة، من زاوية من حارة، وزقاق من حارة، ورهن نفسه في هذا المكتب العمل والعلم 35 سنة. نعم. حتى يصدر كتاب فتح الرباني. أيوة، يعني دي الرسائل. يعني كان الإمام حسن البنا سنة 26 خارج المحمودية، لكن انتقلت الأسرة كلها إلى القاهرة بما فيها الإمام البنا حين أتى من الإسماعيلية إلى القاهرة. بالضبط. لكن الرسائل تواصلت. ما الداعي؟ الرسائل تواصلت لأنه هو كان في القاهرة، ولكن كان بيبعته إلى كما ذكرت لك ويرسله إلى المحمودية في مهام كثيرة. نعم. وكان ضروري يرد نعم على الوالد نتيجة لعمله في هذه القضايا. نعم. وبعدين لما انتهت العملية دي بقى في الإسماعيلية. فبقى ضروري فيه برضه الخطابات. نعم. وبعدين نقل إلى هنا. وبرضه في بعض هي الرسائل اللي انقطعت لما بقى في القاهرة على طول. نعم. وخد طبعا شكل تاني. ما بقاش بقى يبعته علشان تسوية حسابات البيت والإيجار. خلاص بقى أصبح رمز سياسي كبير يعني. طبعا. نعم. وبعدين أردت بحاجة. لكن حضرتك مستمر في الرسائل لحد 47. الخطابات أصلها نمت على بعض خصائص الأستاذ البنا رحمه الله. يعني مثلا تجد الخط هو من 26 ل 47 لم يتغير. لم يتغير. تجد المقدمة سيدي الوالد الجليل هي لم تتغير. نعم. تجد ما تلاقيش شطبة. دي طبعا كانت خطابات خاصة جدا. في حالة من الاستطراد، حالة من الطبيعية، من التلقائية. نعم. فاهمني؟ نعم. يا رجل موهوب بالطبيعة. لا يتكلف. فاهمني؟ وقت ما يكتب مش بيتكلف. قلمه سيال. ينساخ على طول وكلامه سيال. وبعدين في أدب وفي ذوق. نعم. يعني طبعا في الوقت ده كان الأستاذ البنا بيتقاضى 15 جنيه راتب في سنة 27 و 28. يعني كل جنيه كان ب1000 جنيه. يعني مثلا البيضة كانت بمليم عشان نديك مثال. أو ببلاش زي ما بيقول حسن البارودي. ففي الوقت ده كان هو يعني بيتقاضى، فكان بيعين الأسرة. وبعدين يظهر ان الوالد في احدى المرات طلب منه اكتر، فكتب له المرتب بالمليم من كتب كذا، ايجار كذا، الى اخر هذه الاشياء. وبعدين ليه كلام للوالده يا سلام، يمثل العاطفه العميقه. كلام الامام حسن البنا لوالده. لوالده. نعم.
فاهمني؟ وبعدين برضه في إشارات إلى بعض نشاط الإخوان في بعض الحالات، يعني كان يطلعه على نشاط الإخوان. فالخطابات دي يعني بتمثل جزء من شخصية الأستاذ البنا، تبين أنه في شؤونه الخاصة كما في دعوته العامة كان يعني بيؤدي رسالة طبيعية، ما جزء من فكره ومن كيانه ومن شخصيته بدون تكلف. بدون تكلف. طب فين رسائلك أنت إلى أبيك يا أستاذ جمال؟ لا أنا ما فيش أي رسائل، لأن كنت باستمرار مع الوالد بجانبه وما كانش فيه طبعا إني أكتب له. أيوه نعم. قرأت في أحد المصادر أن الملك عبد العزيز آل سعود عاهل السعودية قد اشترى بضع نسخ من الفتح الرباني لمساعدة السيد الوالد. ما حقيقة هذه الواقعة؟ هي حقيقة هذه الواقعة إن لما الشيخ الوالد عمل الكتاب، فبعض السعوديين بعض الحجازيين اشترى نسخة، وأبرزهم السيد محمد نصيف رحمه الله.